السلام عليكم. تعالوا معانا نعمل الشاورما بطريقه سهله وبسيطه. شاورما الفراخ طريقه سهله، حاجه كده لذيذه لاولادي. ما شاء الله، شايفه منظرها؟ تعالي كده نخش معانا الفيديو ونشوف ايه عملنا فيها ايه. يلا بينا. احنا هنا جبنا شرايح فراخ. جبنا هنا شرايح الفراخ، شايفه عاملاها ازاي؟ شرايح كده بسيطه رفيعه كده. تمام، تقطعيها كده شرايح رفيعه جدا تديكي طريقه افضل. ماشي. جبت هنا معلقه زبادي حلوه كده. زبادي على الفراخ. بيقولوا لا للحمه بس، لا والزبادي بتديها تستهان. ومعلقه طحينه. تمام. انتوا شايفين طبعا وانا بحط المقادير. وهنا معلقتين خل، هنزود. حطيت معلقه خل وهزود معلقه خل تاني. هنا جوز الطيب وكزبره جافه. تمام. هنحط فلفل اسود. دي الكزبره الجافه وجوز الطيب والفلفل الاسود. حطيت حبه جنزبيل بساط جدا. نحط ايه تاني؟ هنشوف هنحط ايه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. حط حبه بابريكا. تمام. واحط الملح. طبعا الملح لو توابل على حسب الكميه انت هتعمليها. هنقلب الخليط ده ونغطيه ونركنه في التلاجة كده شويه، 10 دقايق، ربع ساعه، نص ساعه، على حسب المده اللي انت هتتبليه وتعمليه. طبعا بيتعمل على طول بسهوله وبيتقدم على طول على الاكل. احنا عملناه اول حاجه. تمام. وهحط حبه خل تاني لاني كنت حاطه معلقه واحده، حطيت المعلقه التانيه اهي. تمام. ونقلبهم كده حلو مع بعض. هنا الخضار اللي انا هعمل بيه، هنا مقطعه شرايح بصل وفلفل مقطعه مكعبات صغير، وطماطم برضو مقطعه مكعبات صغير. هركنه بقى ده كده، اركنه واغطيه واركنه واحطه في التلاجة بره التلاجة. احنا الجو ساقع يعني مش ممكن عادي يعني في الصيف لازم تركنيه في التلاجة. انا هجيب له الغطا واغطيه اهو قدامكم واركنه. تمام. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل التتبيله. هنعمل ايه في التتبيله؟ يلا بينا. بعد ما ركننا طبعا التتبيله الفراخ كده شويه، 10 دقايق ولا ربع ساعه. انا ركنتها اكتر يعني. حطيت هنا معلقه زبده وهنا معلقه زبده. تسخن بس كده الزبده في الطاسه عشان عايزه انزلها تعمل تش كده. لازم نسمع كلمه التشه دي. تمام. هحط هنا وهحط هنا. دلوقتي نشوف هنعمل ايه. لازم نشتغل بالاتنين. هنا الزبده سخنت جدا والطاسه سخنت اهي. هجيب الفراخ اللي انا دبلتها اروح حطاها على النار على طول. لو الصوت الفيديو موجود كنت سمعته الطشه، بس طبعا انا غيرت الصوت لاني كان فيه دوشه وهيصه وكده، فغيرت لكم الصوت عشان تبقى الفيديو طبعا كويس. نظبطها ونفتحها كده في قلب الطاسه وتخليها ننقلها في العين الكبيره علشان مش عايزه تبك ميه جدا. انا عايزاها منها فيها كده تتحمر كده. هاجي على الطاسه التانية اروح جايبه البصل اشوحه. انا مش هحمره، انا هشوحه بس كده في معلقه الزبده، تشويحه بسيطه. الاتنين شغالين كده مع بعض. انا مش هحاول اقلب الفراخ جامد يعني في الاول. هي بتتشوح اهي والبصله بتتشوح. مش هنقلب قوي يعني، مش هنقلب في الحاجه قوي. هنسيبها الاول لغايه ما تتشوح كده شويه، نديها تقليبه بسيطه وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. طريقه سهله وبسيطه جدا. واهم حاجه معلقه الخل اللي هي في الشاورما دي بتديها ريحه كده زي ريحه الشاورما بتاعت الشارع كده والمحلات. تمام. هنا الحاجه شغاله على البوتاجاز الاتنين اهو. وبحاول اقلب البصله تشويحه لاني انا مش هحمر البصله، انا هسويها بس تديني لون، بس تاخد لون كده البصله بس مش اكتر. قلبتها تقليبه. شايفه عملت ازاي البصله؟ تاخد لون بس بسيط كده. البصله تصفر بس يعني ما تحمرهاش يعني. انا عاملاها على النار الهاديه عشان مش عايزاها تتحمر. وهنا الشاورما بص الطاسه ما فيهاش نقطه ميه ازاي، شربت كل السوائل اللي انا حطيتها لها اهي عشان تبقى ناشفه. مش عايزه فيها سوائل وميه زي اللي احنا بنعملها في البيت كده بتبقى كلها سوائل وكده، لا، زي بتاعه المحلات اللي هي بتبقى ناشفه يعني ماسكه مع نفسها. هنا البصله كده خلاص استوت. هروح جايبه الطماطميه بسيطه صغيره، ما حطيتهاش بقيتها.
حطيتها، وبرضه هحط جزء من الفلفل. اقلب تقلبتين كده على بعض. احنا حاطين التوابل كلها مع الفراخ، ولو البصله دي محتاجه رشه ملح بسيطه ممكن ترشها على حسب الذوق المذاق عندك يعني. عايزه تزودي ملح هتزودي، مش عايزه خلاص. رحنا جايبين البصله الفراخ بعد ما اتحمرت كده، رحنا حطيناها على البصله، هنقلبها تقليبه. طبعا كده كل حاجه استوت، هنقلبها تقليبتين كده على النار وخلاص. هنشوف هنعمل ايه تاني. ادي الشاورما بطريقه سهله وبسيطه جدا، ولا تعقيد ولا اي حاجه. لازم انزل بيها بعد ما استوت كده. هروح جايبه معلقه، بصي معلقه صغيره، حطيت معلقتين صغيرين. لازم في الاخر كده طشه الخل دي، طشه الخل الاخيره دي بتديها طعم جميل جدا. بس كده يعني معلقه كبيره خل في الاخر بعد ما خلاص اتحمرت كده مع بعضيها، مفيهاش نقطه ميه. هروح نازله عليها بمعلقه خل كده، اطشها بيها تديها ريحه حلوه جدا. تمام كده خلاص خلصت. هنرجع بقى نقدمها مع بعض. ادي الشاورما جميله جدا، قدمت معاها سلطه طحينه وادي العيش وبطاطس محمره. بس كده، ما قدمتش حاجه اكتر من كده. لو عجبك الفيديو كومنت حلو واقول سلام عليكم. سلام عليكم.